الإلكترونية واللي سيتم تطبيقها في 4 ديسمبر 2021. المتطلبات الأساسية لإصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية من أجهزة الكاشير وأنظمة المحاسبة الأخرى. 1. الاتصال بالإنترنت، بمعنى أن البرنامج اللي أنت تستخدمه لإصدار الفواتير وأي سند مالي لابد أن يكون برنامج متصل بالإنترنت، يعني برنامج أونلاين وليس برنامج أوفلاين. 2. متوافق مع أنظمة الأمن السيبراني والمعلومات في المملكة. 3. الحل التقني قابل للربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ال API اختصار لأبليكيشن بروجرامينج انترفيس، وهذا يعني أن البرنامج المحاسبي اللي حيتم استخدامه في مؤسستك قابل للربط ببرامج أخرى تحددها هيئة الزكاة والدخل. ننتقل الآن للتفاصيل. هذا ملف الدليل المبسط لمتطلبات الفواتير الإلكترونية بين قوسين فاتورة. راح أضيف جميع الملفات اللي حيتم التطرق لها في هذا الفيديو، حضيفها في رابط موجود أسفل هذا الفيديو. من هذا الدليل المبسط ننتقل للصفحة رقم 4. 6 مصطلحات رئيسية يجب معرفتها قبل الاطلاع على المتطلبات الفنية والتقنية. معنى الفواتير الإلكترونية، الفاتورة الإلكترونية، الفاتورة الضريبية، الفاتورة الضريبية المبسطة، أنظمة الفواتير الإلكترونية، وأخيرا رمز الاستجابة السريع QR كود. نظرة عامة على مراحل تطبيق الفواتير الإلكترونية بين قوسين فاتورة. 4 ديسمبر 2020 صدرت لائحة الفواتير الإلكترونية. 28 مايو 2021 نشر القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات. المرحلة الأولى حتبدأ خلال أسبوع تقريبا في 4 ديسمبر 2021، وهو بدء الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية. المرحلة الثانية ابتداء من 1 يناير 2023 بدء الإلزام بالربط والتكامل مع أنظمة الهيئة للخاضعين للائحة الفواتير الإلكترونية على مراحل لكل فئة، وستقوم الهيئة بإشعار الفئة المستهدفة للربط مسبقا ب6 أشهر. السؤال المهم: ماذا يجب علي فعله للالتزام بمتطلبات المرحلة الأولى والتي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021؟ أولا، استخدام نظام فواتير إلكتروني. التأكد من تجهيز المنشأ بنظام متوافق مع متطلبات الفواتير الإلكترونية. فاتورة المرحلة الأولى وهي مرحلة الإصدار، يجب عليك التواصل مع مزود أنظمة الفواتير الإلكترونية. 2. إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية. 3. التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية. الفاتورة الإلكترونية تتضمن نفس العناصر الحالية للفاتورة الضريبية مع إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري إذا كان مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ويمكن اختياريا إضافة رمز الاستجابة السريعة QR كود، ويتم إصدارها عبر نظام فواتير متوافق مع متطلبات المرحلة الأولى. مثال توضيحي لشكل الفاتورة الإلكترونية: الفاتورة المبسطة تتضمن الفاتورة نفس العناصر الحالية للفاتورة الضريبية مع إضافة رمز الاستجابة السريعة، ويتم إصدارها عبر نظام فواتير متوافق مع متطلبات المرحلة الأولى. الفاتورة الإلكترونية بعد مسح رمز الاستجابة QR كود مفترض أنها تظهر لك هذه البيانات: اسم المورد، رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد، الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار يعني التاريخ والوقت، إجمالي ضريبة القيمة المضافة، إجمالي الفاتورة أو الإشعار. كيف يمكن لي كمكلف الاستعداد لتطبيق الفواتير الإلكترونية؟ يتم الاستعداد من خلال زيارة صفحة الفواتير الإلكترونية عبر موقع الهيئة الإلكترونية، فهم عناصر الفاتورة الإلكترونية، القيام بتركيب أو تحديث نظام الفواتير الإلكترونية، وهذه أهم جزئية. حندخل مع بعض للرابط ومشاهدة الجهات المعتمدة، ثم تجربة إصدار الفواتير الإلكترونية، التأكد من إصدارها بالطريقة الصحيح قبل تاريخ الإلزام، وأخيرا التأكد من جاهزية الموظفين للتعامل مع النظام الإلكتروني. هذا المطلوب منك الآن. من أهم الأمور التي يجب تجنب: إصدار الفواتير يدويا، إصدار فواتير لا تتضمن متطلبات الهيئة، استخدام نظام غير متوافق مع متطلبات الفواتير الإلكترونية، حذف الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها. الأنظمة الجديدة ما تقدر تعدل على الفاتورة بعد إصدارها، ولا تقدر تحذف، ولا تقدر تغير أي معلومة فيها، وهذا هو المطلوب لتطبيق هذا النظام الجديد. أمثلة على المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة لأنظمة الفواتير الإلكترونية: 1. عدم وجود خاصية لإدارة المستخدمين، على سبيل المثال وصول من غير تسجيل دخول، عدم وجود إدارة جلسة المستخدم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني البرنامج اللي أنت حتستخدمه لابد إنه يكون لكل موظف اسم مستخدم، ولابد إنه يكون في إدارة جلسة المستخدم، بمعنى إنه خلال مثلا 5 دقائق 10 دقائق النظام إذا ما كان أحد يستخدمه يطلعك مباشرة، نظام أمني. 2. التلاعب في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والسجلات، هذه من الأشياء المفترض إنها محظورة، ما في أحد يقدر يعدل على الفواتير. بعد
بعد إصدارها. 3. السماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير أو الإشارات الإلكترونية، وهذه من الأشياء المحظورة. المفترض أن النظام يصدر تسلسل إلكتروني لا يمكن التعديل عليه. هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الربط والتكامل، هذه اللي حتكون بعد 2 تقريبا. والآن ننتقل إلى مجلة الزكاة والدخل، الإصدار الأخير، وتكلم عن الفواتير الإلكترونية. في الصفحة 35 يوضح لنا نماذج الفواتير الخاطئة اللي حتكون ممنوع من 4 ديسمبر. أي فاتورة مكتوبة بخط اليد، أي فاتورة تم تصويرها بماسح ضوئي، فاتورة مصورة بالجوال، فاتورة مكتوبة في دفتر سندات، فاتورة مخزنة في ملفات جهاز الكمبيوتر. المفترض إنه الفاتورة ما تخزن في جهاز الكمبيوتر وتخزن في الموقع ويتم تخزينها في نفس البرنامج المحاسبي المستخدم أونلاين. وأخيرا الفاتورة المحررة ببرنامج سواء إكسل أو وورد أو أيا كان البرنامج. وفي الدليل الإرشادي التفصيلي للفواتير الإلكترونية، صيغة الفواتير الإلكترونية المقروءة بالطريقة الاعتيادية. يمكن طباعة الفواتير الإلكترونية أو تضمينها في صيغة مقروءة بالطريقة الاعتيادية بدءا من 4 ديسمبر 2021. يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة استخدام أي صيغة كصيغة مقروءة بالطريقة الاعتيادية لمشاركة فواتير إلكترونية، مثلا يرسلوها بصيغة PDF، صورة، بالإيميل. أهم شيء إنه صدرت هذه الفاتورة من خلال برنامج متوافق مع نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل، لكن بعد إصدار هذه الفاتورة يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة استخدامها بأي شكل من الأشكال. طيب، بعد ما تعرفنا على تفاصيل الفواتير الإلكترونية، ما هي المخالفات والغرامات؟ المخالفات: عدم إصدار الفواتير بشكل إلكتروني أو عدم حفظ الفواتير الإلكترونية، تبدأ من 5000 إلى 50,000. عدم تضمين رمز الاستجابة السريع QR كود في الفاتورة الضريبية المبسطة، أو عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية. إنذار المنشأة أو غرامات تصل إلى 50,000. حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية من 10,000 إلى 50,000. وأخيرا قائمة مزودي الخدمات. عند الدخول لموقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نلاحظ وجود عداد إلكتروني يوضح لك المدة المتبقية لتطبيق نظام فاتورة، ثم بالضغط في أي مكان في هذه الصفحة هننتقل من الرئيسية إلى الفواتير الإلكترونية، ثم ضمن هذه الخيارات نضغط على مزودو حلول الفواتير الإلكترونية، ثم قائمة مقدمي الأنظمة المعتمدين لدى الهيئة. هنلاحظ أن القائمة كبيرة جدا، وإذا تبحث عن نظام مخصص بالاسم تقدر تبحث عنه من خلال مستطيل البحث، وإذا نزلنا إلى أسفل الصفحة تلاقي عرض المزيد، والقائمة كبيرة جدا ما أعرف عددهم كم. وكذا احنا نكون انتهينا لتطرق ما يخص الفواتير الإلكترونية. أتمنى التوفيق للجميع.